هي عائلتي، هما اهلي، ماما وخوتي. عندي مشكل كبير في هاد النقطه هادي، عيت ما نحلو مع مختصين، مع ناس ديال الدين، مع العائله، مع اصدقاء، معيت ما نحل فيه، ما كيتحلش مشكل، ما كيتحلش. فبغيت نفرقع هاد الرمانه هادي، لانه انا في عمري 44 سنه، 44 سنه، 44، انا ما تنكذبش، عمري 44 سنه، كملتها نهار الحد اللي فات. اي دونك ما بقاش عندي فين نزيد نافق مازال في الحياه، ونزيد ندير الخاطر، ونزيد نباهر، ونزيد ن... ن... نزيد مازال ندير الخاطر. بقاش عندي فين ندير الخاطر. يلا هالعار على داكشي اللي داز عليا كامل، وداك الشلال، وداك الشيء، وديك الامراض، وديك الوعكات الصحيه، ودوك الاساكال ديال هذوك الامراض، والادويه اللي انا مازال كناخذ دابا مهدئه. هالعار غير نتكافى مع راسي، فعاد نزيد مثلا ندير الخاطر. يونا ماخ، يونا ماخ. صراحه ماما قتلاتني، ماما قتلاتني. كنتعامل معاها زوين بزاف، عزيزه عليا، كيعجبني نفرحها، كيعجبني نفاجئها، كيعجبني نقادها، كيعجبني شي حاجه درتها لنفسي وعجباتني نجيبها ليها، كيعجبني دائما نفاجئها، اي حاجه تشهاتها. وكان عندي اقسم بالله العلي العظيم الا كنصبقها على راسي. ماما عزيزه عليا لانه كبراتني من بعد طلاق، ما تخلاتش علينا، ضربه بينا، شداتنا وضربات علينا الكرفي، ضربات علينا التمره ديال بصح، ورباتنا، طلعتنا رجال وعيالات. ولكن للاسف انا ما عرفتش شنو السبب اللي مخلينا اصلا حنايا كاخوه ما متفقينش وما متفاهمينش. ومني كتجي تشوف المشاكل من جايه من عند ماما. دونك ماما ما تتصالحناش الا تخاصمنا، ماما ما تتفكش سوء تفاهم، يعني سوء تفاهم اللي كيوقع ما بين جوج ما كتحلوش، ما كتعرفش تحلو. كتعرف تشري صداع. ماما انا كتجيني اغلب المشاكل اللي عندي مع خوتي انا شخصيا، بجوجهم الدراري، من عند ماما، من عند ماما. يعني الا درت كتقول لي درت ا بي سي دي او، فهمتوا؟ يعني درت شي حاجه صغيره كتكبرها. مؤخرا نزلت حلقه ديالي مع العشابي، حلقه عاديه، انا بالنسبه لي عادي جدا، بالنسبه لشخصيتي، بالنسبه للكاريزما ديالي، بالنسبه لثقتي بنفسي، بالنسبه للكاركتيري، بالنسبه لشخصيتي، الموقعي في المجتمع. يعني هذيك الحلقه انا بالنسبه لي عاديه جدا، بحال كليسان كاطو. ماشي برنامج اللي زعما ما عرفت شنو قلت فيه، ماشي برنامج سياسي، ماشي برنامج ديني طلعت فيه ما عرفت شنو قلت، ماشي شي برنامج اللي عربي نط درت فيه شي فضيحه، لا، راه بريميش، سميتو كاريزما. دونك اللي عنده الكاريزما هو اللي كيدوز فيه تو سامبلومون. لان عندي شويه د الكاريزما، صادفني سي العشابي مصادفه مع هاد لو شونجمون، هاد الظهور ديالي اللي ظهرت من بعد المرض. مشكورا السيد. دونك دازت ليميسيون فيها اسئله، خصك تكوني كتهضري بتلقائيه، اللي بغى يكذب يكذب. مي انا ملي كنقول لك كنهضر معاك صريحه، نهضر معاك صريحه. انا الا عندي ما نخبي ما كنقولش، الحاجه اللي ما كنبغيهاش تعرف ما كنقولهاش، والحاجه اللي باغاها تعرف كنقولها عادي. عندي ما عنديش عندي المبادئ ديالي هي اللي كتحددني. المبادئ ديالي راسيه، انا ما محتاجاش كل نهار مثلا غادي لشي بلاصه نقول نجات عندك تقولي هذه، عندك ديري هذه، عندك تجلسي هكا، عندك ما تلبسيش هكا، عندك هذه عندي. انا ولا عندي في الدم البروتوكول ديالي، ولا عندي في الدم، يعني المبادئ ديالي ولاو عندي في الدم. انا ما محتاجاش انني ملي نتلاقى شي انسان مثلا، شي انسان ما عرفتش، شي انسان عالي في الدوله ولا شي انسان عنده بوفوار، انني عاد غنسول راسي كيفاش نتعامل معاه. نو، كنمشي كنسلم عليه باحترام، كنهضر معاه عادي بشخصيتي نجاة، وما عندي حتى شي مشكل، ما كيكون عندي حتى شي مشكل. يعني وهذا ذكاء،
وهذا اشتغال على الشخصيه ديالي، وانا اشتغلت على الكاريزما ديالي، واشتغلت على ادواتي، واشتغلت على شخصيتي، وطورت من ذاتي، وطلعت ليستيم دو سوا عندي بزاف. ليستيم دو سوا عندي انا طالع بزاف. لهلا نوريكم انا شحال كنحب راسي، كنموت على راسي انا، لانه انا اللي صيبت راسي، ماشي ماما اللي صيباتني. ماما انسانه ما قارياش مي عندها دراعه خدمات به باش كبراتنا. فانا اشتغلت على راسي بزاف، ومشيت عند اختصاصيين، وحطيت زبابله الفلوس باش انني نشتغل على ليستيم دو سوا، على انك تعرف تقدر ذاتك، على انك تعرف شنو هي الاشياء اللي فيك زوينه وديفلوبيها، طورها باش انك تزيد القدام. طورت راسي باش انني نكون احسن، طورت راسي باش انني نكون انسانه معطاءه في المجتمع، يعني برودكتيف، منتجه في المجتمع ونافعه على راسها ولغيرها. واحد الانسانه اللي زوينه في المجتمع، واحد الانسانه اللي سيفيليزي اي تو سا. دونك تو سا سي ان ترافاي كو جي في سور موا ميم. دابا المشكله هي انه هذاك لا فيديو اللي داز ديال السي العشابي، انا ذكرت بعض الاسماء ديال المتحرشين اللي ماما عارفاهم. هذيك الشيء ما راقش لماما، قالت لي علاش باقا كتهضري على التحرش، علاش هذا. قلت لها لا، راه قلت ليك هذه السيمانه بلي انا صورت معاه، وراه باقا الحلقه دوز نهار الحد وغنطويو هذه الصفحه هذه ديال التحرش، وغادي نتكونسونطرا على القناه ديالي وعلى المشاريع ديالي اللي عندي في راسي. عندي بزاف ديال المشاريع، يعني كسوا في لو ديجيتال ولا اشياء في التجاره ان شاء الله باذن الله، اذا ربي سخر، يعني ستيب باي ستيب ونهار على نهار. حنا ما تنطلبوش الرزق ديال غدا، تنطلبوا الرزق ديال هذا النهار، حنا مسلمين. فغاديه دقه دقه. الوغ ماما ما عجبهاش الحال منين وريتها انا اش كيتسمى لا برومو ديال ليميسيون، شافت بلي كنهضر على التحرش وعلى هذاك شنو دار لي، وهذاك اللي خطفني في السياره، وهادي شافت مقتطفات. بيلي قالت لي شوهتينا ودرتي لينا وهذا وهذا. المهم كانت عندي هنا في الدار كعات، دارت حاله قالت لي انت ماشي بنتي. قلت لها ولكن هادشي راه طرا، راه منين هذاك السيد حطني مع 5 د الصباح، راه كان عليك الغد لي تديني الكوميساريه تمشي ديكلاري به، تقولي لي راه بنتي اختطفها واحد السيد 3 د السوايع. راه انا اللي كيخصني نلومك الام ديالي، انك ما مشيتيش هذاك المخرج، مشيتي كان ممثل ديك الساعه باقي ماشي مخرج، ما مشيتيش ديكلاريتي به. راه انا تنتسالك حق كأم انك ما مشيتيش ديكلاريتي به وقلتي لهم كان غيغتصب لي بنتي، والله اعلم فين كان غادي بها، وكان سكران وكيسوق بواحد السرعه دي كبيره بزاف، زائد انه داز لها على رجلها ملي حطها. علاش ما درتيش هادشي هادشي اللي كان خصك ديري. قالت لي و5 سنين كيفاش 5؟ قالت لي وكتقولي تحرشوا بك من 5 سنين. تمنيتها تقول لي يا ماما في ال5 سنين في كيفاش في 5 سنين شكون انت فيكتي؟ ما قالتهاش ليا. صدماتني ماما، حيت بصح انا اول تحرش في حياتي تعرضت ليه عندي 5 سنين. واحد السيد، انا مسخره، واحد السيد دخلني لواحد القنيته. منين خرج الوالد ديالي هو مشى. دونك راه داك راه تحرش، داك ماشي تحرش. عندي 5 سنين شادني بون كنبغيش نتفكرها. اي دونك انا ما قلت شي حاجه اللي خارقه للعاده. الاسماء ما تقالوش ديالهم، مع انني ممكن نقول الاسماء، انا ما عنديش مشكله. ما عجبهاش الحال علاش هضرت عليهم. دونك انت يا اختي عزاز عليك هذوك الناس اكثر مني انا اللي بنتك اللي عانيت، بنتك اللي صلعت راسي وقرعت وحيدت حجباني وضعافيت ودرت اضراب عن الطعام وحالتي حاله وخليت راسي بلا دوش وما بقيتش باغيه نقرا وما بقيتش باغيه نخدم وما بقيتش باغيه نخرج للدنيا وما بقيتش باغيه نعيش وما بقيتش باغيه نضحك وما بقيتش كنتفرج وما بقيت كندير والو. هادشي هذا كله نتيا نسيتيه وبقى فيك فلان وفي التلان وفي التلان وفي التلان. علاش شوهتيهم؟ حيت مخرجين. انا جو مون فو مخرجين. انا راح كنحاول نحمي بطريقه انديريكت ممثلات لمبتدئات دعوه. الا قلت هذوك الاسماء انا قلت 4. واحد اللي هو
زطنطرطن هذاك اللي راهنا حنا معاه في المحكمه. عاد زائد هذا الموضوع هذا غنهضر عليه دابا شويه. دونك هادو راه 5، ولكن راه ماشي غير 5، اويلي راه دومين على قدو، راه دومين كله واكل طالع بمخرجيه بمنتجيه بلي تكنيسيان ديالو، بالمسؤولين ديال الكاستينغ ديالو، براهيش بعاليك بالكلشي، كلشي كيتحرش وكلشي كيتدخل باش يخدم الممثله. اي ممثله مبتدئه، اي بنيته باغا تمثل كتقول لهم انا باغيه نمثل، تعجبني لا تلفزيون تنشوف فلانه بغيت نطلع بحال فاطمه الزهراء بن ناصر، هذا بصح ممكن نمثل بصح. ممكن اختي معلوم، ممكن انت زوينه وغزاله وهذا جي عندي نهار السبت للقهوه الفلانيه كذا كذا، وهي بدات هي هذيك راه من القهوه، والسبت الاخر جا اخرى، والسبت الاخر صافي كيجي عامل كيحطها في شي دوير صغيور. خدي ديما دايره زويه مسكينه هكا كي كتبدا. راه الاغلبيه الممثلات هكا باديه لا كارير ديالهم عباد الله، راه الاغلبيه. رانا خدمت معاهم. راه الاغلبيه ديال الممثلات، شوف انا جو با اتاكي الممثلات حيت انا ممثله، وانا جو في ان شوا كومون فيغ ما كارير، وكنحترم كل وحده على لو شوا ديالها كيفاش بغات دير لا كارير ديالها، حيت انا ما نبغيش اللي يحاسبني. كاين اللي كيقول نجات مثلا رخصات الاثمنه، نزلات الاثمنه باش تخدم باش تاخذ فرص، سي فغي. دونك الا قالوها ممثلين راه سي فغي. انا كنت كنتخلى على اجري، على جزء من الاجر ديالي كنتخلص رخيص باش نضمن واحد البطوله ولا واحد الدور كبير في السينما مثلا. وحده اخرى كتعطي حاجه اخرى، ما بغاش تسمح في الفلوس. دونك سوقها، انا والله ما انا ضدها، ما نقدرش. كنت في الاول كنشوف فيهم ديك هكا وزعما انتي هكا ودايره هكا مركي على حالتك، وفي خاطري كنقولها وكننزل منهم. دابا ما كننزل من حتى شي واحد، كل واحد كيدير له شو حياته كيف بغى. بركه من تدخلوا في حياه الناس، بركه من الاحذياء، بركه من هذاك كيدير وهذيك كدير وهذاك كيدير وهذاك دار وهذاك ودار. انا درت المضادر باش ما نبقاش نحضر عباد الله، باش نبقى حاضيه غير راسي. انا ما كيهمنيش الناس، كنكون غاديه نجيب شي حاجه كنمشي نجيبها ونجي، ما سوقيش في شكون اللي دخل معايا، شكون خرج معايا، شكون شرا هادي، شكون خدا بحالي، شكون ما خداش بحالي. جالسه في قهوه كنديها غير في راسي، ما كنديرش شكون اللي جالس في ديك القهوه. نبقى نشوف الناس ونتصنت طلق ودني ونشوف هذا شنو كيدير ولا جالس مع هادي ونحضي الدوافه وهادشي هذا ما كنعرفش ليه. المهم بغيف انه ماما ما عجبتهاش الحلقه فتبرأت مني، ياكو واش ما نتصدمش. تبرأت مني الى يوم الدين على الحلقه ديال العشابي. انا بغيت نقول لكم، انا قبيله كنت مريضه بزاف، جيتي ترو مال بقيت كنبكي. وانا اصلا ما بقيتش كنبكي حيت عينيا نشفوا، باسكو في العامين اللي فاتت كنت كنبكي وكنشوف التليفون، فعينيا نشفوا ما بقاوش كيبكيو. وكنت الا بغيت نبكي كيضروني العروق هاد عينيا باش يخرج داك الماء سبحان الله ديال البكا. فما بقيتش كنبكي، وليت خصني كتكون شي حاجه اللي ماجور، شي حاجه اللي ما عرفتش كيفاش دايره فظيعه باش نقدر نبكي. اليوم بكيت بواحد الحرقه، واغوزمون عيطات لي واحد البنيته من الجيران هنايا، قالت لي سولتي فيا قبيله، قلت لها راه ما كنتش مزيانه، كنت باغيه نهضر معاك، بغيت نفرغ عليك قلبي. بنت صغر مني بحال اختي الصغيره، قلت لها راه شنو تراوها ماما شنو دارت وكذا وتبرأت مني وها شنو على قبل الحلقه ديال العشابي اللي انا كاع الناس كلهم وكنشكرهم كلهم، الناس في التعاليق كيشجعوني وكلهم كيشكروني وكلهم كيهزوا بيا وكلهم كيقدروني. والله العظيم انا فرحانه بزاف صراحه بلغوتو ديال هذيك الحلقه. وحتى الحلقه ديال شوف تيفي حتى هي جاوني منها ردود افعال جميله جدا، جاوني اتصالات، جاوني دي ميساج، جاني بزاف د الحوايج، جاوني دي بروبوزيسيون الخدامي، جاني بزاف د الحوايج جاوني والله العظيم. بزاف الناس تعاملوا معايا زوين في الشارع، بزاف الناس يعني بزاف د الحوايج طراو من مورا هاد الحلقات هادو.
اي دونك كنشكر كل واحد صراحه قال كلمه طيبه. و دونك اللي بغيت نقول لكم هي انه انا الام ديالي خطات عليا، تبرأت مني. وابار سا انا حيت ذاكره واحد في الاخوان ديالي اللي ما كانش كيسول فيا، واحد كان كيسول واحد ما كانش كيسول، زائد انه كان جا المغرب وما شافنيش، وانا ما شفتوش 3 سنين، وخويا الصغير، وبسبابه انايا بقيت مأزمه شهر. هي فين طحت انا على راسي، هذيك الحديثه اللي قلت لكم انا طحت على راسي وجاني الزهايمر. ب... ب... كان عندي خوف من انه حيت ماما كانت كتهددني به، كتقول لي غيضربك يخلي ضربو كيدير ليك. دونك هذاك هو الصوات ديالها سميتو باش كانت كتهددني. زائد بقى فيا الحال، خويا ما شافنيش، خويا جات للمغرب وما شافنيش. علاش؟ حيت قلت اوديو فيه هضره خايبه، يعني قاده نحط 100 اوديو انايا لاي متحرش انايا غادي يجي هذا. انا ما بقيتش نحشم، هذه المصيبه ان هذاك الاوديوات خلاتني دابا ما وليت زاعمه، وليت ما بقيتش كنحشم بزاف. عندي الحياء ولكن ماشي خجوله، ما بقاش عندي الخجل، عندي الحياء ديال التربيه، ولكن ما بقيتش كنحشم في الحاجه اللي كتضرني، وكنقول رايي بكل صراحه. فهاد خويا هذا انا جبدته في البرنامج الصراحه، وما كانش خاصني نجبدو، ولكن انا كنت متاثره وكنت كنبكي وكنت كنهضر بكل عفويه، وهضرت بعفويه وقلت اشياء اللي هو ما عجباتوش. وهدد ماما قال ليها اليوم جبداتني وقولي لها اخر مره، لانه المره الجايه بصح نيت غادي نشد الطياره وغادي نجي لها بحال هكا. اي دونك هو من حقه. انا دخلت عنده اعتذرت ليه على سميتو، ولا هو مبلوكيني. حاولت في واحد لو كونط اخر اللي ما مبلوكياش، اللي مبلوكيه انا ديبلوكيتو، دخلت عنده واعتذرت ليه صراحه. اعتذرت ليه في شي 5 ديال لي زوديو، وصيفط له ميساج ديال مراتو اللي عيراتني في يوتيوب. مراتو كتكتب بلونغلي، اندونيسيه، كتكتب كتعايرني مزيان، كتعايرني ما خلاتش فيا. قالت لي دايره امك بحال الخدامه، وانت داير صحاب لك راسك ملكه، وانت مني ما كانش عندك الدار خوك كان مسكنك، وحنا هادشي هذا ما بين خوتي ما تنتحاسبوش فيه. داري هي دار خوتي، حيت هي اول مره تجي المغرب نزلات عندي في الدار شهرين ولا 3 شهور وهي ساكنه عندي عادي. داري هي دار خويا، ودار خوتي هي داري، ودار امي هي دارنا، وديورنا هما ديور. ما عندناش هاد القضيه حنايا، ما عندناش هذه دار هذا وهذه دار هذا، ما عندناش حيت حنا ناس كبرنا فقراء ومحتاجين. فكيف اي واحد دار شي حاجه كيديرها لكل شيء للجميع، كنا كلنا تنستمتعوا. دابا حنا كلنا عايشين في نفس المستوى، اللي عنده تيصيفط الاخر، اللي تزادت عليه شي حاجه يعطيها الاخر، اللي ما بقاش باغي شي حاجه كيعطيها الاخر، وهي غاديه. هي هكا كنا صراحه. غير ماما الله يهديها كتبقى كدير شي مشاكل وشي هذا. انا النهار اللي وقع لي المشكل مع طارق بخاري، ماما كتقول لخوتي عندك ضربوها، فيقتهم لضرب الحجر. هذه فيق نسطي الطريق لضرب الحجر. ما عندكم تضربوها، انا اللي غديروا ليا، انا اللي غتشوهوني، انا اللي هذا. ما كانوش غيضربوني. انا كنت محتاجه خويا يعيط ليا ويقول لي الحماره درتيها قد راسك، ما تعاوديهاش. الحماره ديك راه ماشي هضره كتقال، راه انا كنت كنقولها اختي حيت انا راجل وعارف كنقول. ومني قلت لك دافعي على راسك، دافعي على راسك بانوثه. تمنيت خويا يقول لي انا معاك. هذاك ماشي راجل اللي تحرش بيك. انا معاك مني نجي نربيه. تمنيتها ما كانتش. تمنيت خويا الاخر يعيط ليا ويقول لي نجاة اختي طون في با، الراديو ضحكوا عليك وكذا وكذا، ولكن سا غيست اون راديو، سي با لا، سي با داكشي ما غير دايز. المهم بغيف انا الان بلا بلا اخوه، بقات فيا اختي اللي عندي من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما عنديش كيفاش غنشوفها، ما عندي حتى شي مويه نهائيا كيفاش غنبقى نشوفها. وانا عزيزه عليها بزاف، وغاديه تاثر بزاف، وغاديه تمرض بزاف، وغاديه تدخل في ديبرسيون، لانه انا كنشري ليها، كنجيب ليها، كنضحكها،
كنخرجها موعدها نديها للبحر، موعدها نديها لا بيسين. الصيف جاي غادا تكتئب دابا. وكنا دايرين ان بروغرام عائلي اننا غنجتمعوا يعني في واحد المصياف وداكشي. دابا هادشي هذا كله ما بقاش، لانه يمكن حتى عيالات يعني حتى مرات خويا الاخر ما خلاهاش تهضر معايا لانه اسبوع ما دواتش معايا، وحاجه اللي ماشي عاديه. دونك وانا شي با لو جونغ اللي نعيط لخويا نقول له واش ما بقيتيش باغي تهضر معايا، وشي با لو جونغ اللي نعيط لمرات خويا نقول لها يا قال لك خويا ما تبقيش تعيطي ليا وصافي ماشي مشكله انا متفهمه. لا انا صافي تنتفهم. سيمانه ما عيطتيش ليا ما عمرك ما تعيط ليا وانا في ازمه. ربي اللي عالم بيا كل ليله كيفاش كنعس، ربي اللي عالم بيا شنو كناكل. عايشه بتي بان والحليب، بتي بان والحليب، بتي بان والحليب، بتي بان والحليب. رفعت باتيسري، هادشي اللي كنعرف ندير. نسخر هذا مع هذا، ناكل هذا مع هذا صافي. ما كناكل خضره، ما كناكل ماكله، ما كنطيب ما والو. منين قال ليا منين قالت ليا مرات خويا راه ماماك راه قالت لك بلا ما تبقاي تعيطي لها، بلا ما تبقاي تجي لعندها لان ساكنه حدايا ماما. انا جيت سكنت حداها. قالت لي لانه صافي سخطات عليك لا قالت لك راه هي راضيه عليك ولكن عطيها اتساع، هي براءه منك الى يوم الدين. اي حاجه كديريها ما محسوباش عليها وانتي ماشي بنتها. وتضريت بزاف 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 بزاف، حيت كانوا عندي بزاف لي بروغرام. كنت باغا نتهلا في ماما لانه ماما كبيره في لاج، كنت باغا نتهلا فيها في شي حوايج. كنت باغا نسفرها معايا في الصيف، تسافر معايا حتى منين يكونوا معايا لي كولابوراسيون اور كازا كنت ناويه نديها معايا. معاش بزاف الحوايج كنت باغيه نعوض على شي حوايج كنت باغيه نتهلا فيها في البشره ديالها، وندير لها لي ماساج ونديها للبحر وندات في الزوج ونطلع للشمال. ما عمرها ما شافت الشمال. كنت باغيه ندير لها بزاف د الحوايج، كنت باغا نصوب لها دارها كيف ما بغات يعني. وبدينا كنصوبوا في الدار. دابا تيقول لي خويا غنصيفط لك الفلوس ديال داكشي اللي صيبتي، ما يمكنش ناخذو. انا نقطعو نشرقو بحال هكا. ما الفلوس انا يا سيدي بيي ما تنحطهمش في قلبي في يدي. انا ما عنديش ديما الكونط عندي خاوي، حيت انا اللي تيكون عندي تنصرفو، واللي تيشيط ماما اختي خويا الفلوس انا ما عندي ما تتسواش شي حاجه عزيزه عليا نفرح. اي دونك je suis très malheureuse, je suis très malheureuse. وخصني عاوتاني نعاود. انا كنت فتحت صفحه جديده، دابا خصني نعاود نفتح صفحه اخرى كبر من هذيك الصفحه ونحط فيها هذا الشيء اللي في هذه الصفحه هذه باش نمشي عليه. لانه انا في مشاريع على القناه اليوتيوب ديالي بغيت نبقى فيها، بغيت نبقى في التوعيه وفي الاستفاده، وبغيت نبقى في قناه هادفه لخوتي المغاربه، وبغيت نكون صوت خوتي المغاربه. اي واحد عنده مشكل يقولوا لي، اي واحد يعني اي موضوع كيخص المصلحه العامه نبغي نتكلم عليه في القناه ديالي ومع مختصين، سواء بوحدي او لا مع مختصين. انا كنعرف الناس بزاف وسي نورمال ممتله، راه كنتلاقى مع كاع الناس، راه سياسيين ومحللين سياسيين وعلم الاجتماع وناس ديال التغذيه وناس ديال السياسه وبرلمانيين ودكاتره واطباء واخصائيين ودي بسيكياتر ومختصين في القانون يعني. فعندي شلا ما نعطي الى هاد لي زيستونسيل. هاد ليستونسيل اللي عندي خدمته مزيان غتكون قناه زوينه بزاف وغادي ينتفعوا منها الناس بزاف، فغنخليها وغنخدم كذلك على مشاريع اخرى. ولكن للاسف ان الام ديالي ما ديش تبقى، لانه كلشي كان تيقول لي في لي كومونتير تهلاي في ماما كانت عزيزه عليا. كلشي تيقول لي ما غاديش نقول ما عزيزاش عليا دابا، عزيزه عليا ولكن هرسات لي قلبي، فرشخاتو، درت لي واحد الشر خايب في القلب ديالي ما نعاودش نثق فيها. هذه المشكله، وهي عارفاني انني انا ما نعاودش نثق في شي واحد شي واحد اللي كيخونني، اللي كيخون ثقتي، ما كنعاودش نسمح ليه. دونك هادشي علاش انا
ولو هي دابا تجي لعندي انا ما بقيتش باغيه، انا باغا نعيش حريتي، باغا نقول شنو ما بغيت نقول انا، داكشي اللي مقتنعه به انا، ونهضر على راسي وندير اللي بغيت ونلبس اللي بغيت ونمشي فين بغيت ونعاش من بغيت ونقول من بغيت ونبدي ارائي، لانه انا قاريه. ماما مسكينه ما قارياش، كاينه حاجه انا باغا نقولها ماما ما فاهمهاش، كتقول لي ويلي بنيتي ما تقولهاش راكي غتمشي للحبس. لا راه ما مشيش للحبس ماما، راه مشى داك الوقت، حنا ماشي في السبعينات، رحنا في 2023 تبارك الله وصل عنبي. ماما ما عارفاش بزاف د الحوايج، ما يمكنش نشرحهم لها، ما يمكنش نجي انا كاع داكشي اللي قريته غادي نقريه لماما وما غاديش تفهمو، ما غاديش تفهمو. انا كنقول الحمد لله ان ماما قدرات تحفظ من القران صور كتصلي بهم وادعيه، وما شاء الله عليها ذكيه، كتحافظ الاحاديث النبويه وشاده السيره النبويه دائما، القناه ديال السيره النبويه. يعني تنقول الحمد لله ان عندها ليسونسيال، هذا هو لو بليز امبورطون. الباقي ماشي مشكله، خدمتها سالاتها، هي اون غوتريت دابا، عندها اون بتيت غوتريت باش عايشه هي واختي، وحنايا تنتعاونوا بعضياتنا، يعني تتعاونني نعاونها ونعاون خويا وخويا يعاونني، هكذا دايرين حنايا. حنا دائما كتلقى ما بيننا وبين خويا مثلا اللي في اكادير الكراطن غاديين جايين، حنا تحفظنا في STCR، هو يصيفط لينا في لي كادو في المولا وفي داكشي اللي كان، داكشي اللي ما كاينش هنا، مثلا الحبوب داكشي، لانه عندنا الكوليسترول ما كناكلوش دقيق، ما كناكلوش بزاف الحوايج اللي ما فيهمش غلوتين، اشياء طبيعيه كيصيفطها لنا تما من التعاونيات. حنا عاود من شنو كنصيفطو، داكشي ديال الدراري الصغار، ديال لي زانيفرسير، ديال لي غاتو، داكشي اللي ما غيتباعش في اكادير، داكشي اللي تحتاجو مراتو باش تصوب لي غاتو صحيين لوليداتها. كنصيفطوا مثلا حوايج اللي ما يتباعوش تما، لانه السلعه اللي كتمشي لاكادير ماشي هي اللي في كازا، ماشي هي اللي كتباع في لي مول هنايا. دونك كنحاولوا هكا الوليدات الصغار كنفرحوهم، لي جوي هادي كنجاملوا بعضياتنا، كنديروا ديك المجاملات بهذه الطريقه هذه، ماشي حيت محتاجين بعضياتنا، لا كنديروها كيبقى الرواج بيناتنا، وكتبقى سيره الواصل، وكنبقاو كنضحكوا، كنصيفطوا دي كادو دي فوا كيضحكوا، وهذا وهادشي هذا كله سي دوماج انه ما غاديش يبقى. مي ربي قادر على كل شيء، هادشي اللي كنقول انايا. دونك هادشي علاش انايا اليوم كنت كاعيه بزاف، لانه انايا في الديبرسيون سيمانه ولا 10 ايام دابا تقريبا، و في الليل ما كنعش مزيان. انا عندي دواء نورمالمون كخصني نعس مزيان، ما كنعش مزيان لانه كنبقى نفكر في هذا الموضوع هذا، بما انه ماما مبقاتش بغاتني، فما ولفا كنمشي نشرب مع كويزداتها، يجي عندي تعيط لي تقول لي كبيده ديالي فينك حبيبه ديالي، نعيط لها نقول لها فين الفنون، فين الزين، كي صبحتي صباح النور، واش فطرتي، ما بقاش هادشي هذا كله. ماشي مشكل، الدنيا هي هادي، لكل بدايه نهايه. فهادشي اللي بغيت نقول لكم بخصوص هاد الشيء هذا، زائد انه انا ديجا مظلومه، وديجا يعني يكفيني انني عندي محاميه تخلت عليا، محاميه جبانه جبانه جبان كلوبان، محاميه جبانه، قالت لي اجي خدي الدوسي ديالك وكملي القضيه ديالك بوحدك. علاش حبيبه ديالي؟ قالت لي لانه انت ما مخلصانيش باش تسوليني فين وصلت القضيه. قالت لي باش بون، قلت لها حيت ما مخلصاكش من قلت لها انت طوعتي باش انك تعاونيني، لانه ماشي انا قلت انا ما قلتلكش ما عنديش، قلتي لي انا نطوع باش نعاونك، قلت لك راه فعلا راه ما عنديش، راه اصلا ما عنديش باش ندير محاميه. فدرت فيك الثقه كامره كحقوقيه، كامره وقاده، كنت كنشوف كامره وقاده في المواقع التواصل الاجتماعي، وعطيتك القضيه ديالي، وقلت غادي نرتاح، هاد السيده هادي اللي خاصاني، شخصيتها قويه اوداسيوز، عجباتني، وحقوقيه اون بليس دو سا، محاميه وحقوقيه. قلت صافي ديالي غتجيب لي حقي. وشنو قالت لي؟ قالت لي حقك مضمون، غنجيب لك الحكم هكا، غنجيب لك الحكم والله العظيم. قلت انا ما بغا لا فلوس ولا تعويض ولا انا باغا الحكم، لانه عندي الادله.
عندي الادله اللي هما دوك السكرينات وديك الهضره وديك عطيني بوسه وديك عطيني حليوه وديك هادي وديك سيريت هذا وديك راه نشد دمك ندير ليك وديك نشد دمك ندير لك، راه ما فوتاش ليه، راه ما فاتتش، راه هذيك راه هي اللي نوضت القيره اصلا. راه لو كان غير ما جبتش امي راه ماشي مشكله، راه انا راه كنت غنشبع فيه معيار وصافي وسالينا. ولكن ملي جبد امي والغد لي جبد با صافي هي فين انايا تعصبت. زائد انه هددني باش ما نبقاش نخدم، وانا دابا ما نخدمش انا العاطل ما نخدمش. واش كتخيلوا كيفاش عايشه انا؟ منين عايشه؟ باش عايشه؟ باش منين كناكل؟ باش كنخلص الكرا ديالي؟ باديه حياه جديده من الصفر. منين هادشي هذا كامل؟ كي كندير ليه؟ ولا ما عنديش اصدقاء بزاف وما عنديش معارف بزاف وما كنخدمش، ولي كولابوراسيون مازال ما بديتش فيهم، ما كاينينش. غنخلي السؤال راسي، يعني الجواب عندي كيخصني، حيت ماشي كلشي كيتقال. ولكن ماشي مشكله، ربي كبير. علمت ان رزقي بيد الله فاطمئن قلبي، هذه هي الاهم. هذه باش كنامن انايا. ربي سترني واحد الستر كبير الحمد لله، واحد الستر جميل الحمد لله. ف هادشي اللي بغيت نقول لكم، على انه انا وقعتش عندي علاقه بعائلتي، ما نبقاش نجبدهم بيان سور. دونك هذه اخر مره، الا شافوا اللايف وهذاك ما شافوش راه ما عندي ما ندير لهم. ما نبقاش نجبد الام ديالي ولا الاخوه ديالي ولا حتى خيتي اللي انا غادي نتوحشها. صافي غنبقى كنهضر غير على راسي. ولكن اذا ما يعني انا غادا على الطريق، نمشي على الطريق الصحيح، نمشي على الطريق زعما كيف كيقولوا سيري نيشان، ما تمشيش ما تعواجيش. انا ما غنعواجش على الطريق، ما نديرش حاجه اللي خايبه، غنمشي بقناعاتي وغنمشي كامراه كتشرف المغرب، غنكون كمغربيه صالحه ياك، كمواطنه صالحه، كمواطنه منتجه. وغنحاول ندير مستقبلي الايام اللي ربي عطيها ليا في عمري، اللي ما عرفتش واش نص ساعه ولا نهار ولا عامين ولا 20 عام ولا 40 عام، ولا نقدر نعيش حتى تبقى عندي 160 عام واخا ما نبغيهاش بزاف. مي اذا جاني شي تصرف خايب من طرف خويا اللي هو اللي ما عجبوش الحال، فانا غادي نضطر نمشي للمخزن. انا خوتي ما يقيسونيش، بابا براسها ما تزعجنيش، يعني ما بيني وبين عائلتي القانون. ثانيا انا ما بقيتش غادي نسمح في حقي نهائيا، لانه لا خديت حقي في التحرش، لا خديت حقي في الفيلم اللي انا ما تخلصتش فيه، لانه ناس في السسام واخدين الرشوه باش حنايا ما نتخلصوش مزيان. دونك ما خديناش فلوسنا لهذا السبب هذا. وانا مع انه السسام يتسد صراحه، المركز السينمائي المغربي انا مع انه يتسد، لانه فيه الشفره وفيه الفلوس تحت الطبله. وشكون اللي كيأدي هاد الضريبه هادي؟ حنا الممثلين. انا كرهت هذاك المركز السينمائي المغربي، فيه مشات فلوسي. 3 المليون اللي انا كنسالف داك الفيلم اللي كيتعرض دابا وكيتفرجوا فيه الناس وانا ما مخلصاش فيه، هذاك فلوسي عند شي واحد في السسام خداه رشوه تو سامبلومون، فغيسدوه. ثم القضيه ديال التحرش الثانيه ديال العساس ديال العماره اللي كنت ساكنه فيها، اللي حتى هو ما خديتش حقي، لانه دخل شي اش كيتسمى نائب وكيل جلاله الملك جارنا تما في ليمابل، دخل لانه هذاك العساس قديم عندهم ودخل باش حفظ دار الحفظ الملف ديالي، مع انه السيد كيشدني من لحمي. ولكن انا ما عنديش معارف. انا دابا هادي من قبيله وانا كنقول لكم كنعرف ما كنعرفش قودات، ما كنعرفش محامين، ما كنعرفش الناس د المحكمه، ما كنعرفهمش، ما لقاتنيش بهم الظروف. ما كيكونوش مهرجانات ولا في الراديو ولا في، ما كنتلاقاوش الفنانين والناس ديال القضاء، ما كيتلاقاو حتى شي بلاصه.
ما كنعرف حتى شي قاضي، ما كنعرف حتى شي كاتب في شي محكمه، ما تنعرف حتى شي شنو كيتسمى ان ويسي اللي تيصيفط لك الدعوه وتيجيب لك للدار وكذا. ما تنعرف حتى شي حد، لذلك انا ما خديتش حقي. وكذلك ما تعرف حتى شي بوليسي، ما تعرف حتى شي حد في الشرطه. داكشي علاش انا ما دارش تحقيق كما يجب، ما دارش تحقيق دقيق في القضيه ديالي مع طريق البخاري. وداكشي علاش حطوا الملف ديالي يا اما في الحفظ يا اما ما عرفتوش فينا هو، ما عرفتوش فينا هو. وهادشي كله راه غنجري عليه، راه غنوض نجري عليه، راه ما غاديش نجلس، راه غنمشي نقلب على القضيه فين وصلات. وماشي باش ناخذ حقي ما غاديش يتخاد، لانه ما كاينش قانون كيحمي المراه في حاله تحرش. انا كنقولها من هنا. ممكن تسجن فيها، ممكن تعاقب فيها، ما عنديش مشكل، انا جو لا كونفيرم، حيت انا كان عندي الدلائل وكان عندي كل شيء بانه تحرش بيا. ومع ذلك ما تفتحش تحقيق مدقق. يعني ما التحقيق اللي دار معايا كان سطحي جدا، شكلي استضفوني عيالات داروا معايا واحد السجواب شكلي وصافي، ما كانش معمق. ما دخلات الشرطه الالكترونيه باش انها تجبد المكالمات اللي بيني وبين اللي مسح والمكتوبه، ما جبدوش لي زابيل. يعني كانوا غير لي زابيل اللي عندي انا والكتبه اللي بقات عندي انا وصافي، وبقى تما. وشنو داروا؟ نصحوه انه يدير دعوه مضاده، وديك الدعوه مضاده انا ما تبلغتش بها، يعني تلعب في الملف ديالي. انا كنقولها شوفي، انا اي وحده، نصيحتي لاي وحده تعرضت للتحرش، اش غنقول لك اختي؟ سيري ديري غير 15 يوم ديال البوكس، 15 يوم تعلمي غير الدقات الاولين وديك الدورات الاولين وديك غير الاول. 15 يوم وسيري لوالديه، خلي ضربوه بلا ما تمشي للكوميساريه. انا كنقولها لك، ما تمشي لا للكوميساريه ولا تشهدي الشهود ولا تجيبي ولا ديري ولا والو، خلي ضربوه. انا كنقولها لك، انا راه هادشي اللي درت. انا راه داك العام بديت لا بوكس، غير منين تشللت ما كملتش، ولكن دابا غنعاود نرجع لها ان شاء الله باذن الله اذا ربي يسر. هادشي اللي بغيت نقول. اي دونك فوالا، دونك الموضوع الرئيسي اللي كنت بغيت نهضر معاكم فيه هو هذا، هو الرمانه اللي بغيت نفرقع اللي خامجه هي هذه، هي انه عائله ماشي عائله ماشي هوموجين، ماشي ما نساجمينش، ما كنجيوش على بعضياتنا، ما كنتفاوش على بعضياتنا، ما عنديش لو سيبور ديال خوتي. انا جو تروف لو سوتيان ديال الناس على ديال خوتي. انا مرا نهار كنت في موروكو مول لو ديمونش، ودوز واحد النهار زوين، واحد سانيداي غزال، وواحد المراه وهي تقول لي برافو تتصفق، برافو برافو برافو، وعنقاتني. قالت لي سي كوم سا كي فو اتر، تي اون فام، تي اون براف فام، برافو ليك. قالت لي ما عمرك ما تخبي الحقيقه. قالت لي قولي اللي كاين و سوا سور دو سكو تو دي. قالت لي ولكن كوني لويال. والله العظيم، وباستني وعنقاتني وقالت لي انا جو سوي افيك توا، اون دي ديغيغ توا، تو ني با سول. دونك هادشي هذا راه ماشي ساهل باش الناس تتبعك. راه الا كنتي كاذبه راه مصيبه كحله. الناس الا عرفاتك راكي يعني حقانيه وكتهضري على الحق ديالك وكتهضري فيما هو من حقك، راه الناس راه كتعاونك والناس كتوقف معاك. والحمد لله انا ماشي بوحدي، مورايا جيش ديال العيالات الحمد لله، مغربيات حرات، وحتى رجال صراحه كيوقفوني والله العظيم، كيقولوها ليا، كيقولوا لي حنا معاك وحنا ضد هذاك الشيء وضد هذاك التحرش، وحنايا تيقناك، لانه اللي ما داير والو ما غيخرجش يبكي، واللي ما داير والو ما غيهربش من دارو يمشي يتخبى في كابانو، واللي يعني اللي ما متحرش بيك ما غيهضرش كاع اصلا، وما غيمشيش يقلب على جيرانك ويشهدهم فيك، وما غيدير والو. يعني اللي ما دير والو راه ما غيدير والو. مادام انتي هضرتي غيقول خليها نشوف فين توصل وصافي. قال لي ولكن سا سو فوا على انه داير، مادام تحرك ودار بزاف الاشياء ضدك فهو فعلا قاصك. اي دونك سي كلير، سي سكو جي دي انا في او ديبي، وقالوا لي الناس يعني الناس ما داتش الهضره ديالي، ولكن راسي صرا كاين الناس كيفهموا. انا ما تتهمنيش ديك لا مينوريتي ديال الناس
ديال واحد الذباب الكتروني كيدخل كيعاير، كيدخل كيقول شي كلمه في شكل، كيدخل الدين في هذا، كيميع الموضوع. شي واحد اللي كيستعمل، كاين بعض القنوات فعلا، لانه البارح لقيت واحد القناه، واحد السيد مستغل كمارتي مزيان 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 مزيان، واخدها من الاستجوابات وحاطها وكيهضر عليا وكيقول واش هادشي يكون بصح ولا ما يكونش بصح، واش يكون بصح وانت سوقك، ولاش حاط تصويرتي، ولاش حاط استجواباتي، ولاش حاطني، ولاش كدوي عليا، وانا اهم منك. مادام انت اهتميتي ليا ودويتي عليا فانا اهم منك ايها اليوتيوبر المبتدئ واليوتيوبر كيفاش نقولوا، جاهل، يوتيوبر جاهل. مرا لما كتقول لك تحرش بيا راجل تيقها حتى يثبت العكس. كيما هذاك اللي كيقول لك لا انا ما تحرشتش بها، حتى هو تيقو حتى يثبت العكس. نتوما لا، الراجل حتى تثبت ادانته. المراه لا كدير فيها واش هي زوينه كاع للدرجه هذه غيتحرش بها. وزائد اللي قالوا او غير هاد الخمسه اللي تحرشوا بها، لا خويا كلشي تحرش بيا، كلشي شي عجبني شي ما عجبني. غير انا ما عنديش مع العلاقات في الدومين اللي كنشتغل فيه. انا ما نبغيش مثلا نتزوج، شوف انا مشيت بعيد كاع، نتزوج بشي مخرج ولا شي ممثل مثلا ونمشي نتفارق انا وياه ونجيو في الدومين غيولي واحد الحساسات وحكا وما خصناش نتلاقاو في نفس العمل، ويبدا يعايرني ونبدا نعايرو وهذا يجي يقول لي وهذا يمشي يقول لي، وغنبقى ديما في المشاكل مع داك لاكس. دونك انا لاش غادي نتزوج انا واحد من المجال، خليه في مجال اخر اختي ونمشي نخدم على خاطري. انا هكا دايره، ندير علاقه مع واحد في مجال اخر. اما في مجال اي مجال كنشتغل فيه، كنت سربايه في قهوه ما غنديرش علاقه مع سرباي ولا مع كويزيني معايا في ديك القهوه ولا في ديك هذا، باش لا تفارقنا ما يتلقاوش كما مرنا من الاخر سي صا. وانا كنصح البنات حاولوا انكم تايفيتيو العلاقات مع الناس اللي كتخدموا معاهم، لانه من بعد كيوليو واحد الحزازات وواحد المشاكل في شكل خايبين صراحه غير مستحبين. كتولي ما كتبقايش مرتاحه، خصك تمشي لابسه اللي كان، خصك تمشي تبيني ليه بلي انت حسن وبلي انت وليتي قويه وبلي انت حسن بلا بيه، وخصك تباني عليه، وخصك تبقاي تستعرضي راسك عليه، وخصك توريه بلي راه انت راه وليتي في علاقه وبلي انت مزيانه وانت كتمثلي. ومالك اختي على حالتك، بعدي كاع على اللي تيخدموا معاك. شوفي اختصاص مثلا كاع انت باغا شي حد الاختصاص اللي انت مخصصه فيه حتى انت في الخدمه ديالك، شوفي شي واحد في شركه اخرى ماشي في نفس الشركه اللي انت خدامه فيها مثلا. صافي انا ما كرهتش انكم تشاركوني ارائكم في هذا الموضوع اللي قلت لكم على عائلتي، وانكم تنصحوني، لانه انا ماشي انسانه اللي نقول كامله الوعي ولا خارقه داهيه، يعني خارقه الذكاء وكنفهم في كل شيء وعارفه ما ندير. لا انا محتاجاكم، ما كرهتش تعطيوني ارائكم في لي كومونتير على هذا الموضوع اللي قلت، على هذه المشكله اللي عندي مع عائلتي، وشنو يمكن لي ندير، شنو كتنصحوني ندير. نصيحه من شي حد فيكم قادر ينصح في هذا الموضوع هذا، او الناس اللي دخلوا ما سمعوش الموضوع من الاول. يمكن الناس اللي يدخلوا معطلين ما سمعوش الموضوع، مع انني يلا قلت هي دابا شويه.
عطيوني آراءكم، تفاعلوا معايا شي شوية، تفاعلوا، بغيت شوية تفاعل. on t'envoyé شوف شنو هي هادي. alors جات شنيا pour participer à votre vidéo en direct affiché. كنحاول انني نطلع جهاد غناج صحفيه، لانني كنت كنعرفها، لاني كنعرفها مزيان. ما عرفتش شكون اخرين اللي كاينين اللي انا كنعرف. عزيز كوثر لي لي زونج اللي ايوا شو كله باغي يطلع. او اش غادي ديروا عندي؟ انا une boutique dans... Oui, je connais personne. سلام نجاس. عندك لا كونيكسيون عندي ناقصة، عرفتي تعصبت فريمون، مين معرفتش دابا واش كان طالع يسمع؟ كذا ولا لا. ماشي مشكل حبيبتي، كي دايرة لاباس عليك؟ جاتي انا لاباس. سي دوماج لا كونيكسيون عند جهاد غناج ناقصة بالفعل. سي دوماج، سي دوماج، سي دوماج، سي
دوماج خبز الفرماج، سي دوماج. ويلي. كتسمعيني دابا نجاة؟ كنظن دابا ساموس. كنتي كي دايرة؟ علاش انا عرفتي علاش بغيت نطلع. اولا حيت فريمون تصدمت انا فاش شفت اللايفات ديالك ولا الخرجه ديالك الاخرى، كيفاش داك لو شونجمون زعما. وبغيت نشوف غير الناس اللي كيكريتيكيو في لي ميساج وكيهضروا بلا هواهم وما عارفين حتى شي حاجه. انا كنت دويت مع نجاة في الاول فين يلا وقع المشكل، واكثر حاجه كنت كنتمنى هو داك لو سوتيان ديال العائله ديالها، باسكو عاودت ليا وقالت لي خوتي صعاب وهذا ماشي ساهل حيت فريمون سورتو فاش كتكون مكتئب وفي داك الوضع بحال هذاك اللي سورتو في مجتمع بحال ديالنا. المراه ما خصهاش تهدر، المراه خصها تعيش مع كل شيء، الراجل يدير اللي بغا. ما يمكنش لا. ربما شي بنات اخرين اللي محربين وكابرين في التحرميات وكابرين وسط الزنديق وهذا، غادي يجيهم داكشي ساهل عادي، تقول ويلي وديري ليه خاطرو وهادي وهاد. مي نجات فريمون اون بيرسون اللي فهمتي، واحد انسانه اللي مربيه بالدار هونيه. ربي يخليك. فهمتي، ماشي بحال كاع البنات اللي عندهم داكشي ساهل ولا هذا. ربي يخليك فيها. وللاسف انا بقى فيا الحال بزاف فاش هضرتي على ماما كدا، حيت حيت عرفتي انا كنستغل الفرصه باش نهضر قبل ما تمشي ديال لا كونيكسيون. بقى فيا الحال حيت ماماك يعني الام هي السند، هي اللي خصك تحطي عليها الراس، هي اللي وانا دزت من هذا الشيء في تجارب في حياتي. اللي ماما كتقول لك لا، ولا مثلا غير في الطلاق كتقول لك لا غطلقي، يقولوا عليك مطلقه، يقولوا عليا مطلقه، ومن بعد اللي كيعطيني شي حاجه يخليها عنده. فهمتي؟ ولا ميم شوز. بالعكس انا خوتي هما اللي يجيو يوقفوا معايا ويلقاوني غلطه ويقولوا لي اجي شوفي انت راك غلطتي، ولكن اجي انا هذاك خاينه دايره بك والله لا بقات فيك كذا. فهمتي؟ مي باش يخليوك حتى توصلي لهاد ليطا فريمون شي حاجه اللي ما كرهتش، وراك كتبتها في رساله قبيله قلت لهم ما كرهتش، يعني لو شي حد كبير ووازن يعني قريب لعائلتكم، خوتك ولا ماماك فريمون يعني راه سي نورمال كتبقى مرا كبيره، ولكن خصها تفهم ان كيف قلت يعني زعما حنا ماشي في زمن ديال الطغيان ولا ما كاينش قانون. كيفهموها جيرانها كيفهموها، ولكن كتنسى فهمتي، كتنسى داكشي اللي كيقولوا ليها. صافي ملي كيوقع اي حاجه عاوتاني كترجع تصرف بالاصل ديالها. وغتفكر الناس والناس غيقولوا والناس غيديروا. انا كنتي انت بجنبي راه ما نتسوقش للناس. ودابا المشكل هو انك فاش كطيح في مواقف بحال هذه، اوكي دابا انا ما بقيتش كنثيق في حتى واحد، كنثيق في امي، كنثيق في عائلتي يعني خوتي والناس اللي قراب. ملي حتى هما كيديروا تصرفات بحال هذه يفو كو تو كومباتر. نجاة راه شوف، انا اللي بغيت نقول لك ما تبقايش تسوقي حتى شي واحد ولا تخمي وتقولي انا فلانه ولا خوتي ولا ماما ولا يفو، يعني انك تفكري في راسك انت، حيت اون فان دو كونت الا مشات لك انت صحتك راه حتى واحد ما غيعقل عليك. فهمتي؟ حاولي دابا تربحي راسك. وانا كنت قلت لك بغينا نتلاقاو ما درتيش وكنت باغا نتلاقى يعني معاكم نتلاقاو باش افيك غون بليزير. ديزا عليا سينو ما نطلعش. ديزا عليا انت الاولى شفت سميتك طلعتك. ديزا عليا والله جهاد. سي بارطاجي. وكنت باغا نتلاقى معاك في ديك لا بيريود، حيت انا ديك لا بيريود كنت مقصحه بزاف، يعني كان عندي شي مشاكل شخصيه وكنت حاسه بك. فهمتي؟ كنت حاسه بديك لا سوليتود اللي غتحسي بها، فاهمه الوضع كامل. مي صافي الدنيا لهاتنا وما بقيناش تواصلنا، وما كانش دابا نتلاقى معاك. شوفي كنقولها لك قدام شحال مرحبا من واحد. مرحبا حبيبه ديالي. هادوك تنهضروا بلاتي كنقرا علمني واحد الميساج اللي النيميرو. بغات غير لي زابوني. اختي انا ما بغيتش لي زابوني، اسمحي لي، انا كندوي مع نجاة ونجاة عارفاني، وانا يعني
هذه هي الفرصه. انا كتبت اجوتيت لا في باش نطلع معاها غير كومازا. كنت غادي نجلس نتعشى، مرحبا بك. خليت العشاء وما كنتش دايره الزيف ونضت وخليت ودرت الزيف غير باش نهضر معاك. انا جات بروفيتي لوكازيون ونقول هذاك الشيء اللي فريمون يعني راني حاسه بك 1000%. والناس اللي كيبقاو يكتبوا نابورت كوا راه ما غاتحسوا، ما كيحس بالمزود غير اللي مضروب به، فهمتي؟ انت لو وقفتي ووليتي فورت انا جات ومشيتي مزيان في داكشي اللي باغيه، راه اون فان كونط ماماك ولا خوتك غادي يرجعوا لك، فهمتي؟ غادي يعرفوا ان راه بنتهم راه بصح كانت على صح وكانت على صواب وبزاف ديال الحوايج. وما طولتش عليك انا جات نتمنى تبقاي بخير ان شاء الله وتحسني من حسن الاحسن يا رب وترجعي بالاشراقه ديالك اللي عرفناك فيها شحال هذه. وتحيه للناس بزاف اللي ساندوك. بالمناسبه راه كيف سولت في التعليق قبيله الجمعيات الحقوقيه، هذه الوقيته اللي خصهم يبانوا ويساندوا، فهمت؟ ما كاينش انا كنقولها هذه ما كيصيروا بالنصيبه ديالي. انا كانت جمعيه اللي المفروض يعني جمعيه معروفه اللي المفروض انها تدافع عليا في الدعوه ديال التحرش، وما دافعوش عليا، ما اتصلوش بيا حتى بتليفون، والله العظيم الرئيسه ولا اتصلت بيا ولا هضروا عليا في المنبر ولا قالوا جمله ولا مشاو شافوا الدوسي ديالي فينا هو. منين كنسول هي كتقول لي الدوسي ما عرفناش شنو هو، راه ما عرفناش شنو هو. للاسف عجبتني واحد الكلمه قلتيها قبيله نجات، هو انك قلتي انا ما بقيتش كنحشم، انا وليت كندافع. راه هذا الشيء اللي خصو يكون، فهمتي؟ هذا درس خصك منه باش تعرفي كومون ديباسي هذاك الشيء اللي جاي، فهمتي؟ وان شاء الله يكون كل خير وترجعي لينا كيف كنتي ان شاء الله الله يوفقك الله يوفق راسك. وتحيه خذي عندنا الارقام ديال بعضياتنا واخا خديناهم واحد النهار، الا ما لقيناهمش ناخذوهم في الخاص. الماسنجر كنا هضرنا في ماسنجر نكملوا تما صافي. الله يفرحك. فوالا ميرسي انفينيمون. باي باي. باي باي حبيبتي علي. اهلا اهلا لاباس عليك؟ والله وانا بزاف. وشوفي انا ماشي من عادتي نطلع في اللايفات وهذا، فقط استفزني الموضوع وانا عشت معك تقريبا الاحداث من اولها والى اخره. فاول حاجه توحشتك بزاف بزاف والله انا في المغرب. انا جيت المغرب، انا في المغرب. والله يا خويا نشوفك ضروري. انا نجاة ما غاديش نكون قاضي ولا غنكون محامي لا عليك لا على ماماك، انا عارف القصه كلها. وانا غير وجهه نظري زعما كشخص وكانسان، بغض النظر على العمل وعلى الشغل ولا هذا. انا بالنسبه لي كما كتبت لك في لي كومونتير ولكن ما كانوش كيبانوا، ان الام يعني كمثال القطه تحمي اولادها كتاكلهم خوفا من الناس. فالام ديالك قد يكون تعبيرها خاطئ، انها مثلا كتخاف عليك بطريقه هذاك بالنسبه لها حب. للاسف حنا في تربيتنا يعني في مجتمعنا يعني اغلبيه العائلات انه دائما الخوف على الاطفال او على واخا كيكونوا كبار كيبقاو يخافوا علينا وحنا كبار. فداك الشيء قد كيشكل سواء عندهم او لا عند الطرف الاخر كيشكل عقده من نوع ما. فانا بالنسبه لي ان هي
التعبير عن المحبه ديالك كتخاف عليك. وهذيك كتبرا شحال يعني بزاف ديال العائلات كنشوفوا مثلا كيدعيو على اولادهم بالخيب، ولا كيسير الله يعطيك والله يعطيك، في الاخر كيندم وكيرجع، لانه ما يمكنش في الحياه، وقد تكون طبعا نسب قليله، انه ما يمكنش في الحياه ان او اب غادي يكره ولده او غيتمنى ليه السوء، هو فقط بغى يشوفه بهذيك الصوره اللي بغى هو يشوفه فيها. وهذه بعض الاباء والامهات كيوقعوا في هذا الخطا للاسف، ولكن ما عندنا ما نديروا، ما نقدروش حنا نربيو والدينا. وهذا راه موضوع مهم فهد، صحيح. لانه احنا ما كيبقاش يعرف الواحد واش كيعيش الوالدين ولا ضحايا نفسه. مجتمع معين وافكار معينه وتقاليد معينه وعادات معينه. فاحنا انا يعني كشخص انا كنقول، انا كنسمع، انا عندي عائله وعندي انا اراء من كل حد وهذا، ولكن كنحاول انه ينفهمهم بطريقه معينه، ولا ربما كنسمع احيانا، ولكن كنقول انهم باغي لي الخير فينالمون. بعض المرات كترجع على هضرتهم، اكيد هذه قد يكون بزاف الناس مجربينها، ولكن كتقول ان مهما كان الحال مساوئها العائله يعني فيها ناس، يعني كاينين ناس مسيئه طبعا، ولكن كاينه العائله اللي غير تعبيرها مع الشخص خطأ. وانا بالنسبه لي انت يعني محبوبه عند المغاربه تقريبا كاملين، المغاربه كيبغيك، وانت ممثله محترمه، وانا كنقول انه ما تدخليش في ديبرسيون اكثر، لانه هادشي كيفقد من موهبتك الفنيه، وغبتي علينا بزاف، ولو ركزتي وخليتي الامور غير تهدى شويه، يعني تبعدي شويه، ما تبقايش تجبدي اصلا هذه المواضيع ولا شي اطلالتك الاعلاميه ابدا، ما تبقاش تجبدي هذا الموضوع، حتى هما لربما يرتاحوا، لانه نجاة بمفهوم الوالده ديالك، لانها من عصر تقريبا قديم، وعندها مفهوم الفضيحه، ولا مفهوم هذاك اللقاء انه فضيحه، انه شوهي بسمعه العائله لان كيف معروفه والى اخره. فهي ما فهماتش ان هذيك صرخه وانتفاضه، وبزاف النساء مثلا، بزاف النجمات في هوليوود ولا بوليوود ولا في اي يعني في المجال الفني في العالم كله كاينين بحالك، ويعني وحنا ندعمهن ونحن معاهم، ولكن كنبقاو في واحد المجتمع مغربي خصوصا مع الام والاب، انا بالنسبه لي شي حاجه مقدسه، فقط نفهموهم شويه ونراعيوا لهم انهم حتى هما ضحايا افكار وضحايا تقاليد وضحايا جيران، احيانا الجيران كيزيدوا، احيانا العائله بعيده تزيد، ومع كيكون المستوى التعليمي ديال الاب ولا الام كيكون يعني يعني ضعيف او على قده، فكاين ساق، وما كيبقاش يقول انه هذا ابني، ولا كيولي غير باغي يدافع عليك ويحميك بطريقه هو بالنسبه له صح، ولكن هي خاطئه بالنسبه لنا احنا كشباب ولا كمعاصرين. وهذا بالنهايه انا كنقول ان الام ولا الاب ما غيبغيش لك شي واحد الخير في الدنيا كلها قد ما غيبغيه لك الاب والام ديالك، وحنا كذلك كنبغيو لك الخير، وكنتمنى لك كل السعاده وكل النجاح ان شاء الله ورب العالمين. هذه ازمه وغدوز، لانه اللي في قلبك الداخل وعلى نيتكم ترزقون، في قلبك زوين ونيتك زوينه وانت بريئه، مهما كان الحال انت بريئه. كاين بزاف الفنانات اللي ما يقدروش يطلعوا يقولوا هذا الشيء، فبراءتك والنيه الطيبه ديالك لربما كان تعبيرك يعني وما فهموه بشكل خاطئ، ولكن انت راه بحب انت فيهم يعني مشيتي في هذا الموضوع بهذا الشكل. انا غادي نرجع لدبي قريبا، ولكن قبل ما نمشي غادي نتلاقى بك هذه الايام يمكن ضروري نشوفوا لانه لك وحشه كبيره وفضلك كبير عليا ما نساهش السنه الفايته، ولما كنتي معايا في الازمه ديالي وسالتي عليا كانسان قبل الاعلامي وكبتي داك الامور معايا، وكان استجواب راقي اللي درت معاك، لقاء راقي وخويت قلبي كامل فيه، وكان كافي لانه ما مريت حتى شي منبر من بعد. شكرا جزيلا. انا نبغي نشوفك ودائما نشجعك، وكنفتخر بك على انك الان في قناه الان، تكوني معنا ضيف. انا موسمي الجديد قريبا، برنامجي يعني الموسم الرابع قريبا، فانا اتمنى ويسعدني ويشرفني ان فنانه بحالك مؤدبه ومحترمه ونفتخر بها بزاف انها تكون معي في البرنامج، وسيضيفني رونق ونجاح. ربي يخليك، الله يكبر بك، ساسخا افيك غون بليزير ان شاء الله، بكل فرح. انا اللي اتشرف ليله سعيده، وتحيه لكل المتابعين، وانا سمحوا لنا ما قريناش تعليقاتكم، ولكن احتراما
الاستاذه نجاة، فان شاء الله اكيد لنا لايفات اخرى. وهذا تهلاو في راسكم جميعا وتصبحوا على الف خير. ربي يخليك، بسلامة. طيب. سلم على الله ماماك. يسلمك، شكرا جزيلا، شكرا. الله ربي يحفظك. يخليك، ربي يخليك. فهد الهاشمي صديق العمر، هذا صراحة واحد الإنسان اللي أوغ كومان، قلال في حاله بزاف 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 بزاف، والهضرة اللي قال عنده فيها الحق كاملة، والتدخل ديالو كان في محله وكان صائب. ما شاء الله عليه. هذا الولد كيستاهل كل خير، كيستاهل كل حاجة وصل لها، لأنه مثابر ومجتهد ومجد ومثابر إلى مينيسيو في الخدمة ديالو، فكيستاهل كل حاجة كي وصل لها الآن. وإن شاء الله نتمنى نشوفه من أفضل الإعلاميين العرب إن شاء الله بإذن الله. عرفتش علاش ما كيطلعوش لي كومونتير، كيطلعوا لي غير الناس اللي كيدخلوا، مي ما كيطلعوش لي لي كومونتير. لي كومونتير ما كيطلعوش. أستاذة نجاة، هاد المرات درت لك اكسبت وكيف الصحة؟ وما كل شيء بخير؟ صافا الحمد لله الحمد لله. كبير هذا ملي داير شفنا ملي تعطي الصحة ديالك شوية بشوية الحمد لله. الحمد لله كنتي احسن الحمد لله، كنت اكثر يعني بشويه 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 كيف الصحة دابا؟ شوية شويه شويه الحمد لله. تنتمشى رجعت تنخرج يعني مزيانه دابا الحمد لله. خصني غير المورال ديالي يبقى هادشي أحسن حاجة دير نجاة. شناهي؟ هي تبداي الرياضة والله. الرياضه جيت بلاصه انا ما فيهاش الرياضه، جيت واحد ضربو عزه ما كاينش لي صال. وأموا بعدا راه مار شوية، وعندك البحر تما تبروفيتي من البحر، تمشي تما شوية ديري هكا لي موفمون ديالك، فهمت؟ وي بعيد عليا. تخرجي لخطا لا جيتي درتي فيا خير ترينيتي بيا خويا. الله يتنجي، شرف لينا. ومالك مع الوالدة؟ شفت قالت لك علاش كتهضري، علاش جبتي الناس سنين هادي تحرشوا بيك، علاش جبتيهم؟ نقول لك واحد الحاجه بين قوسين ونهبط دغيا غابيد. حنا في هاد الدنيا هادي مع والدينا، قال لك واحد المثال، واخا تكون يعني حاشا لله وداك الشيء كندوي والله يعافينا، كيقول لك واخا تكون امك عاهره، شي الام تكون عاهره ما عندكش حق تقول ليها ولا تلومها ولا، ويلزمك تبرر بها، ما عندك ما ديري، فهمتي؟ هذيك الهضره ديالها الا جاتك ما هياش قول لها الوالده ودخلها من هنا، وهذه ما تشديش في قلبك، حيت البر بالوالدين راه شي حاجه. راه كاين اللي عنده والدي صعب، انا كنقول لك اقصى درجه تكون امك عاهره لازمك تبري بها، ما عندك ما ديري، هذا قدر الله وهي راه غادي بجنها الله. وحاجه اخرى، واحد القصه طرات ديال فرعون مع سيدنا موسى. قال معايا سيدنا موسى كان كيدعي فرعون 40 عام، هو كيدعي فيه، كيدعي الله، هذا باش ينزل عليه، وما كانش كيستجيب الدعاء ديالو. ولكن فاش علاش؟ حيت فرعون كان بار بامه، ولكن فاش مات تمو هو كان ظالم، ولكن كان كيبر. فاش مات تمو ما بقاش شي حاجه اللي ما غتنزلش عليه داك العقاب. فاش مات تمو صافي نزل عليه. فاش طرات لي ديك القصه، وانا انا قلت لك هادشي باش نصبراك، وهذه وما ديري واللي بسل عليك ولا تحرس، راه حنا راه كاينه لاكليك ديالنا حدايا هنايا راه نجيو نخطفوها في العلاقه. نجاة راه عزيزه وغاليه، فهمت ياك؟ البوكس ما ترجعنيش لا بوكس. نرجعك والله ترجعك، وفرحات علينا ندوزو واحد الكومبيتيشن ان شاء الله.
ان شاء الله. الله ييسر لي. ومن هذا المنبر انا بغيت الناس اللي كيشوفوا هذا اللايف هذا يدعوا مع واحد الصديقه ديالي مسكينه، راه كانت غاده بالفيلو وبطله كبيره سناء. شوفي قدر الله، كتلعب وكدير. كانت غاده بيكالا في واحد الجبل، ناضت هبطات بحال هكا وحبسات واحد الفران، قدر الله ما شاء فعل، تخليها في كرشها تقبليها المصران الكبير والصغير وواحد الميسكل الماصل اللي كاين في هذا. دابا مسكينه راه في الانعاش، مي الحمد لله. واش سناء الاتليت؟ سناء الأطليت مسكين، والله العظيم. لا قول الاسم ديالها بالكامل باش الناس يعرفوها. سناء منظر بطله كبيره تبارك الله في الكروسفيت، في الام ام في الصامبو، راه حاليا عاش الله يشافيها ان شاء الله. يا ربي تشافيها، يا ربي تشافيها وتعافيها ربي. لما سلم عليها اذا كانت فايقه نقول لها انا جات كنتمنى لك الشفاء، الا قدرت نجي نشوفها في اين مستشفى هي؟ كلينيك اطلس مولاي يوسف. كلينيك اطلس. الا قدرت نجي نزورها ان شاء الله باذن الله وانا نقويوها. نجاة والله يا الا فرحت ربي بك بحال هكا، فهمتي، هذا قويه ورجعتي، فهمتي، وبغيت نشوفك احسن والله، حيت تبارك الله تي بيان وعندك بوتونسيال زوين، فهمتي. خدمي على راسك وما تسنايش بنادم اللي يطيح بك ولا يقول لك ولا، حيت علاش؟ حيت غيهضروا. راه حنا هكا، راه بنادم ملي كيشوفك غادي، راه حنا حتى حنا في الدومين ديالنا راه بزاف، راه كدير كلشي وكتربح وكيقول لك لا راه صدقات ليه وانت ربي عالم بك، يعني الصعوبات ديالك راه كتجي دي فوا ما كتلقاش. عرفتي راه حنا بدينا في الاول راه ما كنتيش كتلقى حتى باش تشري حتى بروتين، ما خطاش ما كنتيش كتلقى حتى تشري حتى قرعه الماء، وكذلك حتى الدومين ديالكم ما كنتيش كتلقى حتى تمشي في الطاق. الحمد لله بنادم خدام وانت مقاتلو في الاخر كاع هادي شي واحد. كنا كنسلفوا الحوايج باش نمثلوا، ما عندناش الحوايج. يعني مثلا كيقول لك جيبي طايور ولا كذا، ما عندكش انت كتسلفي من عند بنت خالتك ولا بنت جيرانكم ولا كذا، تسلفي طالون، تسلفي حوايج، تسلفي مثلا باغ اكزومبل، فهمتي شنو؟ بارفو كيطلبوك تمشي لواحد المدينه تسافري، ما عندكش الفلوس، كتسلفي، كضطري تسلفي باش انك تمشي ديبلاصاي باش تمشي تخدمي. سي كوم سا البدايات ديال اي واحد في اي مهنه، ضروري كاين هذوك الصعوبات، ولكن دوك الصعوبات هما اللي تيخليوك ملي كتوصل لواحد النيفو زوين كتحس بواحد الحلاوه، واحد النشوه، كتقول سا ميريتي هذاك ليفور اللي كنت كندير، سا ميريت هادشي اللي انا وصلت ليه. الحمد لله. ان شاء الله خير. انا شوفي شي حاربوني الناس اللي ما كيجيونيش، اللي ماشي من دمي، ما عنديش مشكله، ولكن ماما تحاربني ما عجبنيش الحال. ماما تقول لي ما تهداش وما تهضريش على هذاك دراك وما تجيش من جهتهم. انا ما بغيتش تجي من جهتهم حيت ضروني بزاف. نفسيتي مازال الى الان انا متاثره بهذاك الشيء بالماضي. الماضي ما كيمشيش، تيبقى. كيخصك تصالح معاه. باش تصالح معاه كترجعو للواقع وكتحاول انك تصلح هذاك الشيء اللي فيه. وانا يمكنش ليا مع هاد الناس نتصالح. ناس كيكرهوني، ناس ما تيخدمونيش، ناس كيحيدوا لي فرص ديال العمل، ناس كيهضروا فيا خايب، ناس كيحاربوني بشتى الطرق. دونك كيفاش بغيتي ننسى؟ نو سي با ماضي، باقي عندي حاضر، يعني حرب مستمره. شي علاش بغيت ماما انا تقويني، وانت كتعرفني انا ماما عزيزه عليا مالغري تو، انت عارف. وكنعقل على الخير، لانه ملي كنت مريضه داتني لعندها حتى تعالجت، ولكن بغيتها تقويني، بغيتها تقول لي بنتي انت زوينه، بنتي انت عندها تتعالج شي، راه ماشي راه حب، راه كتبغيك. دابا اصلا عليك فهمت دابا ماما، دابا داك الحب ديالها ليك وداك الشيء كيخليها دير شي بحال كتغير عليك، بحال كيخليها دير التصرفات اللي ما هماش، فهمتي. ما عرفتش العقليه ديالها كيف دايره وداك الشيء، مي اش غنقول لك. هي دابا بان بحال هكا غتقويك ولا بحال هكا، ولكن حاولي تفهميها مو هكا، فهمتي. لا ما قدرت صافي، ما قدرتش. سا سورتو قالوا لي راه هذا راه تبرأت منك،